البيت المسكون في حي قديم من أحياء القاهرة. كان في بيت مهجور من زمان، كان كله موحش ومظلم. شكل السقف كان متهدم والنوافذ كانت مكسورة، وكل ما حد يمر من قدامه كان يحس بحاجة غريبة. الشوارع كلها مليانة ناس، لكن ده البيت كان لوحده دايما. وكان في واحد اسمه أحمد، شاب زي أي شاب تاني، جاي من بلد بعيد علشان يشتغل في القاهرة، فقعد في مكان رخيص علشان يوفر فلوس. لكن في يوم من الأيام سمع عن البيت ده من واحد صاحبه، قال له البيت ده مسكون، الناس بتقول إنه في حاجات غريبة بتحصل جواه. أحمد قعد يفكر في الكلام ده وقال لنفسه أكيد دي خرافات، مش ممكن يكون في حاجة فعلا. في ليلة عاصفة قرر أحمد إنه يدخل البيت، زي ما بيقولوا اللي ملوش كبير ملوش حذر. ولما وصل قدام البيت حس بشيء غريب جواه، قلبه كان بيدق بسرعة لكن مش قادر يروح. دخل الباب وكل حاجة كانت مغطاة بالغبار، السقف كان مهدم والجدران كلها متشققة. دخل المطبخ، كان كله مظلم، بس في اللحظة دي بدأ يسمع صوت خافت زي كأن في حد بيهمس له من بعيد. أحمد اتجاهل الصوت في البداية، لكن الصوت زاد، وكل ما اقترب من السرير القديم في الصالة بدأ الصوت يعلو أكتر. أحمد، أحمد. الصوت كان بيقول اسمه، وكلما اقترب أكتر حس إن في حاجة بتشد جسده للأمام. بدأ يشوف حاجات غريبة في كل مكان، زي إيدين بيظهروا من الحيطان، وعيون كانت بتلمع في الظلام. في اللحظة دي شعر بشيء تقيل على قلبه، كان بيحاول يهرب لكن خطواته بقت تقيلة جدا، زي لو كان في حد ماسكه من رجليه. بدأ يشوف خيالات أشخاص، ناس كانوا بيعيشوا في البيت ده زمان. أحمد قرر يطلع على السلم، لكن السلم كان كله صوت، كأن خشب السلم بيصرخ. مع كل خطوة كان الصوت بيكبر وبيتشول لصوت ضحك. لما وصل للآخر لقى غرفة قديمة، بابها كان مكسور ودسل منها نور ضعيف، وفي الزاوية كان في كرسي قديم. وقبل ما يقدر يتحرك فجأة الباب وراه قفل، وصوت الهمسات كان بيزيد. أحمد جرى عشان يخرج، لكن الباب كان مقفول عليه. بدأ يصرخ في حد هنا؟ في حد ممكن يساعدني؟ ولكن الصوت الوحيد اللي كان بيرد عليه هو ضحكة غريبة. وفي اللحظة دي شاف من وراء الستارة خيالات ناس كتير قاعدين في الظلام، لابسين ملابس قديمة جدا. حاول يفتح الشباك لكن الزجاج كان محطوط عليه قفل صدق. هو مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل، لكن من وسط الظلام بدأ يشوف واحدة من الأشخاص دي بتتحرك نحوه. كان بيشوفها تتقدم وفي يدها حاجة كانت بتلمع، حاجة زي السكين. أحمد، أحمد، مش هتقدر تخرج هنا، الصوت كان بيقول بصوت واضح. ولكن فجأة كل حاجة هدت، والظلام كان يغطي المكان كله، والأشخاص اختفوا زي ما كانوا في البداية. حاول يركض تاني، لكن قدامه ظهر باب قديم، فتحه بسرعة وهو مش قادر يتنفس من الخوف. خرج للشارع وركض لحد ما وصل مكان آمن، لكن لما شاف نفسه في المراية اكتشف إنه كان لابس نفس الملابس القديمة اللي شافها في الأشخاص اللي كانوا في البيت. من اليوم ده أحمد اختفى من الحي ده، وكل اللي يعرفوه قالوا إنه مش حد عارفه، لكنه مش هيرجع تاني. والبيت ده، البيت المسكون، لسه موجود، وكل من يجرؤ يقرب منه يبقى ضحية جديدة للهمسات اللي جوه الجدران. النهاية